هل سيكون منتخب المغرب مفاجأة كأس العالم للناشئين في قطر؟ الجميع ينتظر لحظة الانفجار الحقيقي لجيل أشبال الأطلسي. في نوفمبر 2025 تتجه أنظار العالم إلى قطر، حيث تقام نسخة استثنائية من كأس العالم تحت 17 سنة، بطولة لا تكتشف فيها المواهب فحسب، بل يصنع فيها مستقبل كرة القدم العالمية. المنتخب المغربي يدخل هذا التحدي بروح الأبطال، بقيادة المدرب نبيل باها الذي أكد جاهزية فريقه بعد معسكر قوي في الإمارات ووديات أمام منتخبات عالمية مثل فنزويلا وسويسرا. جيل ذهبي جديد من أشبال الأطلس يطمح لتكرار إنجازات المنتخبات المغربية الشابة التي رفعت اسم المملكة عاليا في المحافل الدولية. المغرب لا يشارك فقط، بل يذهب إلى قطر لينافس على اللقب في بطولة تقام داخل منشآت عالمية بمنطقة أسباير زون، ويحتضنها استاد خليفة الدولي في النهائي. فهل نشهد ميلاد نجم مغربي جديد من هذا الجيل الذهبي؟ الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت مثيرة.